واخيرا انتهى مسلسل بطل عالم، فهل هو فعلا حلو ويستاهل؟ بصراحه المسلسل حلو واستمتعت بيه جدا، وبكل تاكيد يستاهل يتشاف. في مشاهد اكشن كتيره معموله حلو، كيمياء رهيبه بين جهان الشماشرجي وعصام عمر، وطلعنا منها بكوميديا ورومانسيه جامده جدا. شرير المسلسل بتاعنا تقيل ومرعب، وده مهم عشان تحس بخوف على الشخصيات. ده غير ان رحله ابطالنا مليانه الغاز ومرمطه وعلاقات كتير معقده ومؤثره، مخلياني مشدود للقصه وعايز اعرف هتخلص على ايه. غير ان القدوه موجود في المسلسل، يعني عايز اكتر من كده. افضل ممثل في المسلسل واكتر شخصيه جذابه ومعقده هي شخصيه كابتن يوسف للعالمي الاندر ريتد جدا محمد لطفي. الصفه الاساسيه بالنسبه لي في عصام عمر هي القبول، فالمشهد اللي هيعمله حلو من كتر ما هو كاريزما هيبقى مشهد جامد جدا، والمشهد اللي هيعمله مش احسن حاجه هيبقى مشهد حلو برضه. احمد عبد الحميد عامل دوره حلو جدا، وهو ممثل شاطر ومتنوع. في مشاكل زي احداث غير منطقيه، خطوط ما اتقفلتش، ساعات كده في مشاهد الحزن كنت بحس بكرنج، وقبل الحلقه السابعه كان في شويه مط في الاحداث. بس غير كده استمتعت بوقتي جدا في المسلسل، عشان كده تقييمي لمسلسل بطل عالم هو 8 من 10. وبس ما تنساش تعمل لي فولو وتقول لي في الكومنتس رايك في المسلسل.